الافريقيه لكره القدم. ديجا هو في راسو ما راهوش رئيس اتحاد الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، هو يجي هنايا باش يبدا راكوب دافريك، باش يبدا الشان ويبدا اشياء واحد اخرين ما على بالوش كاع واش راه صاري. والكل على بالنا باللي المشكل تاع الجزائر على مستوى الكاف سي لو كلون اونتي الجيريان اللي كاين على مستوى الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، اللي الهدف تاعو هو يكسر الجزائر، ماشي الهدف تاعو انه يطور كره القدم الافريقيه ولا هو يريح، لا لا لا، هو لازم الجزائر يكسرها. وعلى بالنا كاع شكون اللي راهو يسير الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم بير كو سا. لما نشوف رئيس الاتحاديه تاع هذيك الجهه اللي هو يتحكم في كواليس ودواليب الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، لما نشوف مؤخرا انه البرادروا تاعو الشوشو تاعو على المستوى المحلي سي ان ناركو ترافيكون سفيان سيد في الحبس لانه تاجر مخدرات. الناصيري تاع رئيس تاع اكبر نادي على مستوى البطوله المحليه تاع هذيك الجهه، واللي هو اليد اليمنى تاع رئيس الاتحاديه تاع هذاك الشيء. نفهم كي بالاموال اللي راهي تشرى ذمم اعضاء الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. لا تودي مش باسكو محمد بوخميه لا تودي فوالا. امين سنسمع امين الا تقعد في نفس السياق. امين نرد لك الا تقعد في نفس السياق سينو خلي الخريطه. احنا اللي رتعنا اون في طرو دون لو كارنافال نزيدو توجور عليها. واحد جاك مسؤول تقبلوا نورمالمون. احنا ليكيب ناسيونال تاعنا راح تلعب في قسنطينه ابريم قبل ما غير لحقوا لايروبور مازال ما لعبوش الماتش، ما ربحوش، داروا لهم الزرناء سي فو. انت باش تقيم روحك هذا كي يجي تستقبلوا دون مانيير دبلوماتيك ني بلوس ني موان. لازم الجزائر الهيبه تاع الجزائر تمشي هكذا، ماشي ما نشيت لك ما نصفق لك ما والو، نجيبك راك مسؤول تجيب لنا مزيتك الجزائر ونتكلموا معاك اون انفيلت سور بلان بوليتيك. كاين شيء ممكن ماشي عارفوا لا ما يعجب لازم نقولوا ولا ما لازمش نقولوا. صديق انا في المباشر بوزيليش هاد لا كيستيون. صديق انا نقول لك كاين بلدان هاد البلدان اللي نتكلموا بلي عندهم يد خفيه ومانيبيليو هذه الناس هذو اللي يمشوا مع الصهاينه باش نروح لك بعيد، عندهم خطه عالميه في الانفورماسيون كذا كيفاش باش نمشي في الطريق تاع محمد باش يكسروا الجزائر وما يكسروهاش بني بكره القدم بحاجه واحده اخرى. فرنسا بلي الشر تاعها والبومبات وكذا احنا بسبب البندقيه بدينا وخرجناها، صافي يدير على بالهم باللي الجزائر هما دون الفون على بالهم باللي خط احمر ما يدناوش لينا، مي هما يستعملوا هاد زارتيفيس. انا شفنا واش راهم يديروا مع المالي باش نوليو لا بوليتيك. السبور زيدنا لا بوليتيك باسكو السبور فيه لا بوليتيك جو كومبرون. وعلى هذيك اللي قلت لك كي يجينا موتسيبي ولا يجينا انفونتينو ولا نستقبلوه عادي المشكل على بالك باسكو ما يفيدوناش. المشكل اذا كان سمحتم انه اذا حبينا نعطوا ملاحظه في صغيره ونمد الكلمه الاخ مراد في السمع البصري عندنا مشكل انه مثلا نلقاو مده بعض الحصص تتجاوز الثلاث ساعات اللي هو غير فورما غير موجود بتاتا في قاموس تاع الاوديو فيزيوال، نلحقوا 4 ساعات. وكاين دي فورما ايضا وين تلقى كلام وفقط تولك دون اي صوره دون اي كذا، وهذا اثر ومما ادى الى التاثير على بعض الصحفيين بعض المحللين. ربما انه كي تحاول تطلب من الاخ ولا الاخوه انه يحاولوا يجوزوا الميساج تاعهم في ساعه يقول لك امبوسيبل. انا كنت اتصلت يعني بدايه قبل المغامره هذه بواحد الصحفي قال لي باك انتم راكم بزاف شغل ماذا بينا تكون اعلى باسكو هو موالفين يهضروا تعطي انت لا بارول لواحد 10 مينوت. امين جو لون فو با باسكو هو الفكره تاعو الحقها باينه. قال يا جماعه انا معك، قال يا جماعه بهضر دقيقه قال يا جماعه ما تمثلنيش في هذا لوكا. لا قلت لك انت تصلنا بواحد 10 مينوت وهذه انا تصلنا بواحد يا اخي ماشي نهضر معك انا قلت لك تصلنا لا قلت لك امين انا شطون فو با لاسمو تيرمينا لا فراس صافي دي انفورما انت لا فراس تاعك واش تقول بلي فوالا انا نظن بلي السيد موتسيبي ما لازمش ديروا هكذا بوان حلالين. الو نلقاو روحنا كنتعاود تشوف ليميسيون غدوه انت عاودت هاد لا فراس 4 فوا الوغ انت فريق تقولها انا اون فوا وفهمتك والميساج تاعك الحق اي تو الموند ا كومبري. هذا سي ان ديفو جينيرال كي نو كونسيرن با غير امين نهضروا اون جينيرال. راني فهمتك ملاحظات تاع كرونيك يقول لك اسمع انتم ماكم بزاف واش راك حاب راني حاب نحكم لا بارول 10 مينوت كتبت لي صار طول هذا مالك وحدك دير وان مان شو خلاص نهضروا على الناس اللي تخمم هذاك. هذا هو العائق اللي تلقاه دونك في السمع البصري. انا عندي بعض الصعوبات مي نتفاهم هذه الامورات وجيسي دو نقول صديقي مراد انا باش غلقت القوسه باش من باسكو توجور حنا قعدنا في هذاك الايادي والناس اللي كذا
حتى حنا على بالي ما قلتلكش ما كاينش الحقيقه، ما قلتلكش ما كاينش، بصح حتى حنا لازم نشوفوا واش درنا. حنا اعلاميا ما خدمناش الدور تاعنا. نعطيك انا انكا صرا ديمي فينال تاع تشامبيونز ليغ ماتت مناصره في هذاك البلد واسمو، حنا هنايا جازت انابيرشي في المروك طفاوها، وحنا قاعدين نحكيو على ماتش تروازيام ديفيزيون، واحد دخل ماركا بيت، قعدنا كذا نبينوا كاع العيوب تاع ما نهضروش على التنظيم، على الملاعب، ارضيه سيئه كذا، لي بلاطو تاعنا كاع يخسروا في الخدمه، ومن بعد يقولوا الايادي الاجنبيه. هو يرابورتي كتكتب دو لا ماتيير، يرابورتي يقول لك شو البلاد هذه واش فيها. سي فري واش على روحنا تاعنا. وكاين دي زانكومبيتون محاكمين راهم يسيروا ويعطوا لهم تظاهرات، ويجوا جماعه اللي تحلالهم يقول لك رانا تنظيم عالمي. وين عالمي؟ حنا اوفرتور، حنا لي زوفرتور باش يدخلوا الناس. هذه باش نقول لك على كانت مستة اصبح 12 ليش على بالك في الدومين تاعهم، بصح في التنظيم نعترفوا باللي كانوا دي ديفايونس في تظاهرات، والناس كانت حاضره وماركاوها، وحنا قاعدين نكوفريو فيهم في باطل باش يقعدوا لي ميم انكومبيتون. لي زانكومبيتون خلينا نكمل. كانوا بزاف، كانوا لي جو ميديتراني في كوب دافريك. نعطيك برك في الاوفرتور كانت فوضى في بالرقي. سبحان الله نبداو نكذبوا، ومن بعد نحبوا نخبيو زعما كون نقول لانتيري دو بي. لا لي زانكومبيتون اللي ما يعرفش ينظم تظاهره ما يكونش، باسكو هادو يزيدوا يصيبوهم في دوطر تظاهرات، والجزائر ما تدي حتى ايفينمون بهاد الناس. انا نقولها لك الخريطه، رغم ان لقينا روحنا دوك نحكوا على لي زيفينمون. بالنسبه لي انا حملت المسؤوليه. رانا نفكركم، نعاودوا نذكركم ان نتكلموا على ايميسيون تاع كوت ديفوار لاكان دوره 34 وكاو نسيتو برك هذا ما كان نسي الخريطه باص. لو قلت هذا البومبات اليوم قتلتنا صاحبي. لا كي قال مراد الصحافه نحمل مسؤوليه الصحافه، ما اعتقدش انه الصحافه حضرت في الوقت المناسب، وحنا لافوت فينا اللي خلينا المكان فارغ. واحده اثنين حنا كنا نحاربوا في انفسنا. ثلاثه الفرص جاتنا ما قدرناش ميم با نمدوا دوسي كي الناس لا كونفدراسيون افريكان في الوقت المناسب. المشكل فينا ماشي في الناس. هذه نسقموا روحنا وبعد نسقم كلش ان شاء الله. هائله. خطوه نومات في قدر نبداو الاخ منى. معليش نعطيكم سؤال اخير اذا سمحتم خاص بالمشاركه تاعكم قبل ما نمشيو بالكويز. إذا الإخوان كما شفتوا في الفيديو، فالإعلام الجزائري في استوديو تحليلي لمباريات الكان كيخلي الكان ويخلي جميع الأمور اللي خاصة بكرة القدم وكينتقد ويتحول لسب وشتم المغرب واتهامه مرة أخرى بالكولسة والجوسسة واتهام القجع برشوة الاتحاد الإفريقي بأموال المخدرات وبأموال ذراعي الأيمن حسب قولهم سعيد الناصري، واتهام القجع بأنه يرشي أعضاء الكاف بأموال المخدرات بعد اعتقال سعيد الناصري بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وإدخال أيضا الصهيونية في الموضوع واتهام المغرب بأن الصهاينة يدعمون المغرب لذلك يفوز ويتحكم في أعضاء الكاف. أمور صراحة غير مفهومة وتثير الفتنة، وإعلام صراحة أصبح إعلام منحط وغير مهني 100%، وإعلام الهدف الأول له هو اتهام المغرب والتشويش على المغرب. يعني المنتخب الجزائري عنده لقاء مهم غدا أمام منتخب بوركينا فاسو، ولكن كل هذه الأمور لا تهم. الأهم هو أنهم يذكرون المغرب ويسبونه واتهامه بجميع أنواع التهم الممكنة. صراحة أمر مثير للاشمئزاز، وأدعو الإخوة الجزائريين لمقاطعة مثل هذه القنوات، وأيضا المغرب يجب أن يقوم برد فعل على هذه الأمور. إذن شكرا لكم مشاهدينا على مشاهدة هذا الفيديو، تحياتي لكم، ما تنسوش الاشتراك معنا في القناة. تحياتي وإلى اللقاء.